يا مساء الفل، ازيكم؟ مساكوا سكر، مساكوا عسل، وقبل اي كلام صلى على رسول الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. واحدة بتقول انا اخويا مسافر في الخارج، هو ومراته وولاده، فجاب شقة في اسكندرية وقافلها. فانا بقول له ابعت لي المفتاح يا اخويا علشان اصيف شوية انا وولادي. بعت المفتاح. المهم طلعت انا وجوزي وولادي نصيف في شقة اخويا، فلقينا صابون وشامبو وزيت وحاجات متخزنة في الشقة، استخدمناها و... وعشنا كأن احنا اصحاب بيت، ما هو اخويا ومش واحد غريب. المهم مراته واخويا وولاده نزلوا شهر اجازة، قعدت بقى ولعت الدنيا ومسكت فينا وقالت دي خصوصياتي والشامبو والصابون خلص، وفي اطباق وفي حلل ناقصين، والبيت مش نظيف والحاجة متبهدلة في البيت. واخويا زعل مني وقال لي ما عدتش تدخلي البيت ده ولا عدت تلزقي فيا. ودلوقتي هم سافروا وسايبين المفتاح لأهل مراته، يعني أهل مراته يروحوا الشقة بتاعت بنتهم وبتاعت أخويا، وأنا أضطرت بره أنا وجوزي وولادي وأمي. هو ده أخ؟ قولولي بقى أعمل إيه واتصرف إزاي؟ علشان هو قعد سنة وإجا أجازة، ولقيته بيكلمني وبيقول لي تعالي قضي معانا يومين. بقول لجوزي، قال لي والله ما أنا رايح في حتة. أخوك مين اللي أروح له؟ اللي قاعد مسك فينا وزعق لنا وما عدتوش داخلين الشقة والحاجة انتوا سرقتوها واستخدمتوها، ويدي المفتاح لأهل مراته. لو انت ما عندكيش كرامة روح انت، لكن أنا مانيش رايح. وأنا مانيش عارفة أعمل إيه. أنا زعلانة من أخويا ومرات أخويا. هو احنا غرب؟ هو احنا من الشارع؟ عملنا ايه يعني؟ بتحاسبنا على شوية شامبوهات وشوية صابون، وبتقول في اطباق وحلل. والله انت بجحة وما عندكش دم، وفي زيك كتير. والله كل واحد حر في بيته. لو بيتك يا قلبي، لو بيتك وحد دخل فيه واستخدم الشامبوهات والصابون والحلل، مش هتزعلي؟ او لو بيتك هترضي تاخدي المفتاح لاخت جوزك؟ كل واحد حر، يدي المفتاح لحماته، يدي المفتاح لواحد من الشارع، هو حر. ما الحكم في ماله فما ظلم. فبجاحة ما شفتش. ايه هقولك ايه؟ ما تأجري يا حبيبتي شقة، أجري شقة بفلوسك وما تتعبيش وما تتطفليش. والله يا جماعة ما أكترهم الناس اللي بتتطفل على الناس البجحة اللي ما بتتكسفش. وليه تحطي نفسك في المواقف دي؟ ليه تقولي له هات المفتاح لما اطلع صيف؟ عايزة تصيفي أجري شقة وصيفي، حد قالك لا؟ تمالك ومال حاجة أخوك ومرات أخوك؟ كل ما تتكلمي هتقولي دي شقة أخويا. لا، هي شقتها، شقة أخوك وشقتها كمان، وهي حرة. البيوت لها خصوصية، البيوت لها أسرار ولها خصوصية. فأنت بجحة، أيوة، وطلعت تصيفي في شقة أخوك أكيد، وأنا واثقة ومصدقة كلامها إن أنت خدت أطباق وخدت حلل واستخدمتيهم ووسختيهم ووسخت لها البيت، واخدت الشامبوات واخدت الصابونات. حقيقي انا مصدقه. بتاخدي الحاجات دي غل منك لمرات اخوكي ولاخوكي، عندك غل من ناحيتهم، عندك حقد من ناحيتهم، وما اكتركم والله. ما هي دي صلة الرحم اللي كل الناس بتتكلم عليها. هي دي صلة الرحم اللي تخلي الاخ يقسى على اخته بسبب مواقف زي دي، وترجعوا تقولوا فين صلة الرحم؟ فين صلة الرحم؟ ايه؟ انا اديتك مفتاح شقتي، احترمي نفسك، حافظي على الشقة، نظفي الشقة، الحاجة اللي في الشقة ما تنقص،
حتى لو في شامبو ولا صابون، انت هات انت شامبوك وهات صابونك وتقول اخوكي. جماعة، في حاجة اسمها اصول، في حاجة اسمها خصوصيات، في حاجة اسمها ذوقيات. لكن انت بجحة والله وما اكترك وما اكترك. الاخت تخش بيت اختها تطمع في كل حاجة عند اختها، وتحقد على اختها، وتكره اختها، وتبقى اختها عامله لها الحلو كله، وهي من جواها سواد من ناحية اختها. والاخ بيبقى كويس مع اخته، ويشوف القسوة والغل والحقد في قلب اخته. عشان كده صلة الرحم اتفككت بسبب الحقد والغل والحسد. صلة الرحم يبقى فيها صفاء القلب، يبقى خالية من الكره والحسد والغل والحقد. لكن للأسف، تعالي كده دخل اختك بيتك، شوف عندك حاجة ما هيش عندها، هتكرهك وتحقد عليكي بالرغم ان انت فاتحه لها البيت وعامله لها الحلو كله. شافت عليك حاجة ما هيش عندها وتبقى عايزة تاخد اللي عندك عندها. هو ده الموجود دلوقتي. عشان كده الاخوات بيبعدوا عن بعض بسبب الحقد والغل والحسد. تقولوا ما عادش في صلة رحم، ايوه ما عادش، بتتفكك، بتدوب بتدوب بتدوب. بسبب ايه؟ بسبب الحقد والغل والحسد وعدم الذوقية والتطفل. فعايزة تصيفي، جوزك اللي هو سيد الرجالة يروح يأجر لك شقة واعملي فيها ما بدالك. كل واحد حر في بيته. تعرفة ان امها لو هي ادت المفتاح لامها، امها هتحافظ على بيتها، وهتنظف بيتها، وهتحافظ على القشاية اللي في بيتها، عشان امها بتحبها، بتخاف على حاجتها، عايزة حاجتها تزيد. لكن انت اخته عندك حقد، عايزة تاخد كل اللي في البيت، ده حاجة اخويا، ده بيت اخويا. هو بيبقى كده للأسف. ولما الأخ ياخد له جنب، الأخت تقول ده أخ، هو ده راجل، هو ده الدين قال كده، الأخ شد عضدك بأخيك. ما هو أخيك بقى طلع معاك كويس واداك المفتاح وقال لك لأ، طلع وحش لما طلعت وحشة. أخد منك المفتاح وقال لك ما عدتش تخشيها ولا ليكي دعوة بينا لما أنت بدأت بالوحش. لكن لو انت كنت حافظت على شقة اخوك ونظفتيها، وحاجة اخوك ما تحطيش ايدك عليها، لو الحاجة مترمية كده هات حاجتك. لكن انت دمك مية وما اكترك، ما اكتر منك للأسف، بكل أسف. بجاحة وعين واسعة كده، وتقول اعطي المفتاح لأهل مراته، لأن أهل مراته هيحافظوا على بيته وهيحافظوا على بيت بنتهم، وإذا كان عندها حاجة هيزودوها لها. لكن انت من حقدك عملت كده، من حسدك عملت كده، من غلك عملت كده. يبقى انت جزائك ايه؟ ما تخشش البيت تاني. فصلة الرحم يا جماعة، صلة الرحم من كده. وحاجات كتير نقصت من بيتها، وهدوم وحاجات من الدولاب. ده هتفتح الدليبة وتشوف فيها ايه، ده حاجة اخويا. زي واحدة بتطلع كده تقول لك حاجة اخويا، شوف الدولاب فيه ايه، والحلل عندها قد ايه، ده انا ما عنديش اما اخد حلة. ما اشوف النيش فيه ايه، ده انا ما عنديش اللي عندها اما اخد حبة. ايه ده كل ده شامبو وصابون، ده انا ما عنديش اما اخد حباب عينيها. طب والله ما انا منظفة بيتها، لا مجيفهولها، ده بيت اخويا. طب جزائك كده بقى، يلا بره من بيت اخوكي. انتوا وجوزك اللي مش راجل. لو جوزك راجل مش هيقعد في شقق حد، لكن جوزك ألعن منك. لو راجل صح يقول لك انا ما بروحش في شقق حد، عايزه اصيف اأجر.
لكن في متطفلين، في دمهم مش دم اوادم، دم ميه. في عاوز يبقى ياخد حباب عينيك وما يديهملكش، في يحقد عليكي ويستكتر عيشتك ويبص لعيشتك، في سوى اخ سوى اخت، في ما تشوفيش منهم دعوة يدعوا عليكي، في قاعدين يستنوا فيكي كوارث، في مش عايزين لك الخير، في بيحقدوا وبيحسدوا وبيغلوا، في. عشان كده حصل التفكك أسر صلة الرحم. محدش يزعل لما يقول أخويا أخد له جنب، أو أخت أخدلها جنب، أو معرفش مرات أخويا بتبعد، لأن مفيش إخلاص، مفيش صفاء القلب، فيه غل، فيه حقد، فيه حسد، فيه نار بتولع. تعرفين ايه النار اللي بتاكل صاحبها؟ او عارفين مين الناس اللي ما بترتاحش في الدنيا ابدا؟ النار اللي بتاكل صاحبها نار الحقد والغل والحسد. والناس اللي ما بترتاحش في الدنيا ابدا الناس الحقودة الحسودة الغلوية. والنبي لو ملكوا الدنيا باللي فيها، لو قاعدين في قصر من ذهب وهنا اسود وجواهم حقد وغل وحسد، مش هيرتاحوا. الناس اللي ربنا ما بيكتبش عليهم راحة ولا بيشوفوا راحة في الدنيا الناس الحقودة الحسودة. والنار اللي بتاكل صاحبها الحقد، نار الحقد. النار اللي بتاكل صاحبها نار الحقد، بتفضل على طول عندها نار شغالة. والله الدنيا ما هي مستاهلة، والله الدنيا ما هي مستاهلة. طفل دخل يحشي درسه ما خرجش، نازل من بيت ابوه بيصوره وطلع يجري بيه، ما رجعش بيه، دفنه. شباب بتموت، بنات بتموت، اطفال بتموت. الدنيا بيبقى فيها ميكروبات وفيروسات وكلها ابتلاءات، ومش بنرجع، مش بنرجع. خلي واحدة كده تطلع كده تلبس حاجة كده ولا تعمل أي حاجة وتبينها، كل اللي قريبين، مش هقولك البعاد أو الغريب، الغريب هيبص ويتفرج، الغريب هيتفرج ومش هيحقد. عارفة مين اللي هيحقد؟ القرايب القريبين. شافوكي كده في منظر حلو ولابسه حلو وطالعه في مطلع حلو ولا في فيديو حلو، الاكلان يشتغل. ما بيجيش النصايب الا من القرايب والقريبين، ما بيجيش من وراهم الا كل الهم، كل الهم اللي في الدنيا يجيلك من القرايب. هنعمل ايه؟ هي الدنيا كده.